السياق ديال اعداد المؤتمر الاول ديال الاتحاد المحلي لنقابات اقليم الرحامنه بن جرير هو تأتي في اطار محاوله ديال تجديد الهياكل التنظيميه ديال الاتحاد المغربي للشغل، وايضا تزامنا مع التحديات المستقبليه التي تتعرفها منطقه اقليم الرحامنه من تحديات ومن تطلعات ديال الشغيله من اجل انها تحظى بواحد الوضع يضمن لها الكرامه والحريه والعداله الاجتماعيه. ايضا السياق ديال الدعوه لهذا المؤتمر اللي هو الاول هو تصحيح واحد المسار نضالي وتنظيمي تصف بالاعوجاج واحيانا بواحد سياده واحد الخط متآمر على الاتحاد المغربي للشغل، وبالتالي اليوم بهذا الحضور المكثف ديال المؤتمرين واحد خير تعبير على اننا نحترم مبدا الديمقراطيه بالممارسه وليس بالقول. تنقولوا الممارسه الديمقراطيه من حيث التمثيليه ديال جميع القطاعات ايا كان عددها وايا كان موقعها. الاتحاد المغربي للشغل يفتح المجال لجميع المنخرطين باش انهم اليوم ينتخبوا لاول مره لجنه اداريه وايضا مجلس نقابي وايضا مكتب يعبر عن التطلعات بشكل ديمقراطي، وسوف ننظم المؤتمر الثاني ان شاء الله بعد 4 سنوات بشكل منتظم لكي نصحح جميع الانحرافات وجميع اشكال ديال العبث بالاتحاد المغربي للشغل، والميدان هو سيد الكلمه وليست الاحكام ديال القيمه الجائزه. تحيه. يمكن ما تتحملوش مسؤوليتهم لهذا الجانب المؤسف. مع كامل الاسف هناك واحد الهجوم قوي على الطبقه العامله من طرف بعض مجموعه من القوى السياسيه واللي معتبرها مرتع من اجل تقويه نفوذها التنظيمي، واللي لم انتبهنا داخل بلادنا مع كامل الاسف ولا كل حزب عنده نقابه، كل حزب عنده نقابه، بل ان النقابه اسس الحزب ديالها. وهذا الامر هذا لا يساعد الطبقه العامله باش يمكن لها تقوم بالدور ديالها في مواجهه هذه الاوضاع. نحن نقول قلنا ولا زلنا نقول وصرنا نقول بان العمل النقابي عليه ان يكون مستقلا كما عرفنا ذلك في وثائقنا في المؤتمر الوطني العاشر عن الحكم بكل تجلياته وعن الباطونه بكل اصنافها وعن الاحزاب السياسيه بكل صفاتها. وهذا ما تعنيش اننا نعادي هذا الحزب او ذاك، او نعادي مستقل هذا الباطون او ذاك، او هذه الحكومه او تلك، بل علاقتنا معه راهي كيفاش هو كيشوفوا الملف تاعنا. تأسس مكتب الاتحاد المحلي في سنة 2006 ب4 قطاعات: التعليم، السكك، الجماعات، المحافظة، على مبدأ اتفق عليه المؤسسون هو توفير الشروط اللازمة للدعوة إلى مؤتمر تأسيسي، إلا أنه للأسف أصر فريق متزمت في شخص الكتابة على أن لا يؤسس لفعل ديمقراطي حقيقي، وهو ما قطعناه كسككيين تنديدا بتهريب الاتحاد المحلي إلى مسارات مجهولة وتوظيفه لحسابات شخصية. الأكيد أنكم جميعكم قد لامستم ذلك طيلة هذه السنوات بدليل حصيلة الفعل النقابي المهتري للاتحاد، ولولا المجهود الجبار الذي قام به أعضاء اللجنة التحضيرية من إعادة لم شتات المناضلين والقطاعات والتنسيق بينها طيلة مدة الإعداد للمؤتمر، لكنا قد أضعنا جوهرتنا الثمينة والمتمثلة في الاتحاد المغربي للشغل. ثانيا، انعقاد المؤتمر جاء لتصحيح مسار فوضى الاختلاس والعبث في التدبير المالي والأدبي للنقابة. ويؤسفني أن أقول لكم كأمين مال منذ 2006 أنني لم أتوصل يوما من كاتب الاتحاد المحلي بفلس واحد ولا تقرير يبرر المداخيل أو المصاريف، اللهم كراء مقر من قبل الاتحاد الجهوي بمراكش واستبداله بمقر آخر يوجد بالقرب من الشارع الرئيسي ببن قريب بنفس الثمن تقريبا، يليق بمناضلي ومناضلة الاتحاد. ثالثا، للأسف لم نراكم من الأنشطة النضالية النقابية ما ينعكس على البنية التنظيمية للنقابة، بل ذهب كاتب الاتحاد المحلي إلى أبعد حدود حينما لم يصرح بتجديد آخر لمكتب الاتحاد المحلي ل 2010 حفاظا على المكتب القديم
وبالتالي نجدد الأسف لأننا لا نستطيع أن نعقد اجتماعا واحدا كامل النصاب منذ تأسيس الاتحاد المحلي. رابعا، لقد اجتث النافذين على ذات العمل النقابي الجاري، وذلك بتهريب النقابة إلى المقاهي والإساءة إلى سمعة كل منتقد لهم دون العودة إلى القواعد العمالية والاستشارة معها والتنسيق بين 13 قطاع اكتشفنا أنه موجود بالفعل على غير علم كتابة الاتحاد المحلي، بل يكفي أن ندلل على ذلك بتراجع حضورنا ومشاركتنا في مسيرة فاتح ماي منذ 2006 من المشاركة المشرفة للمناضلين، بل يكفي أن ندل على ذلك بتراجع حضورنا ومشاركتنا في مسيرة فتح ماي منذ 2006 من المشاركة المشرفة لمناضلين الاتحاد إلى 27 فرد مشارك في مسيرة فاتح ماي 2011، وهي فضيحة سيظل التاريخ يطاردنا بها. ولا نخجل من جلد الذات، ولكم انتظرنا هذه اللحظة التاريخية من أجل أن نكشف خبايا الأمور والمتلاعبين من مفهوم الديمقراطية والتوظيف السياسي الفج لنقابة صنع مناضلوها بدمائهم تاريخها واستقلاليتها. خامسا، لم ننتخب للأسف الكتابة المحلية، بل عينت نفسها بنفسها بدليل غياب لجنة إدارية. ما عندناش لجنة إدارية منبثقة ديمقراطيا من المؤتمر. إن مناضلونا هم الذين قدموا التضحيات الكبيرة من طرد من العمل لمدة 2 سنين، ونذكر بطرد الأخ ياسر بالهبة رفقة زملائه في العمل سنة 2004-2006 المعارك النقابية للتعليم الأولي والطريق السيار والمطاحن، حيث يعمل البعض على مسح تاريخ نضالنا بجرة قلم، وكأن التاريخ أبكم لا يتكلم إلا بأكاذيب المتآمرين. سادسا، إننا نعيد صياغة تاريخ عمل النقابي بالنظر إلى التحديات الكبرى التي تنتظر إقليم ومدينة بن قرير والأوراش الكبرى التي ترسم ملامح الطبقة العاملة في المدى القصير والمتوسط والبعيد، وأيا كانت مبررات الحاقدين والناقمين وانتقاداتهم المتناقضة، فإننا لن نسمح أن نخوض الصراع ضد سلطة الرأسمال وجشع المستغلين بآليات مهترئة تختزل مهام كتابة الاتحاد المحلي في جيب أي فصيل متسلط، أو تحويل الاتحاد المحلي إلى منبر إعلامي في المقاهي ومقررات فارغة وبقوى عاملة غير مؤطرة ومؤهلة. لذلك فالتنظيم النقابي اليوم أولوياتنا وعصب استراتيجيتنا، فنحن أبناء الاتحاد المغربي للشغل ونعتز بانتمائنا دما وقلبا وعقلا، ولا مجال للمتآمرين عليه وعلى خيرة شرفائه. سابعا، إن حضوركم القوي اليوم هو الإجابة الطبيعية لكل من يشكك في ثقة المناضلين في قيادتهم القادمة، وهو إجابة عن مدى تلاحم القواعد العمالية بالأجهزة النقابية الشريفة، وهو درس تلمسونه عن قرب في مادة الديمقراطية وحق الحاضرين من المؤتمرين في انتخاب قيادتهم الجديدة. وفي الختام، نحيي كل من حضر لمؤازرتنا في مشروعنا النقابي الطموح، وكل عامل وموظف خصص حيزا من وقته الثمين ليدلي بصوته في انتخاب أجهزة فعلية ملموسة. كما نريد أن نؤكد على أن اختيارنا لهذه المناسبة اليوم هي إشارة إلى تضحيات الطبقة العاملة المغربية في الدفاع عن وطنها ضد الاستعمار، واستمرار نضالها اليوم ضد مخلفاته، وإشارة لما قدمه الجيل الأول والثاني من المؤسسين للاتحاد المغربي للشغل من عطاءات وصمود قل مثيله. ولمن يريد أن يطلع على دور أبطالنا فكتب التاريخ مفتوحة في وجه الجميع، ودمنا للاتحاد المغربي أوفياء.